نادي الوطن مع الاستاذ عادل الماس، وفرصه من طول الغيبات جاب الغنائم لانه له فتره ما طلع معنا الروم. استاذ عادل مساك الله بالخير. الله يمسيك ومسيك. استاذ عادل، خلينا نتكلم اول شيء عن المباراه حقت يوم الثلاثاء. ايش توقعاتك عن المباراه؟ والله اعتقد يعني مباراه بتكون الناس يمكن تتصورها انها سهله بالنسبه للاتحاد، انه فريق الوحده الامارات يمكن خسر مواجهه امس في كاس الامارات، بس هذا ما يمنع انه الاتحاد لا يستهين بخصمه، يحترم الخصم على اساس ان الاتحاد يواصل تالقه يعني على الصعيد الاسيوي ويحصد فوز. هو في حاجه له يعني بشكل كبير على اساس انه يعود بقوه للمنافسه على بطاقه التاهل. طيب استاذ عادل، فزنا على الوحده الاماراتي 2-0، كنا ماسكين الكوره احسن في وسط الملعب، كان في تخوف من المدرب يبغض من النتيجه. هل فكره التدريب التكتيكي عند المدرب هكتور الى الان ما لائم لاعبه الاتحادين؟ لا اعتقد ممكن المدرب هكتور يعني الكل بيعاتب المدرب هكتور انه يعني يلعب بمهاجم واحد. في تكتيك معين عامل المدرب، يمكن اللي متابع جيد لمباراه الوحده الاماراتي المدرب لمساته الفنيه كانت واضحه بشكل كبير. يمكن في لاعبين يمكن ما ادوا التكتيك المناسب او المهام الفنيه المطلوبه. بالنسبه للمدرب هكتور يمكن يعني شاهدنا مباراه الهلال في الشوط الثاني، استطاع الفريق انه يعني يعيد حساباته ويسجل هدفين ويحسم المباراه في الوقت اللي الكثير شككوا انه الاتحاد يلعب شوط واحد. فالاتحاد اداؤه متفاوت بين شوطين، يعني شاهدنا مباراه ذبحان الايراني يمكن كانت فيه خطأين، لكن الاتحاد ولجت هدفين في مطلع الشوط الثاني، لكن في اخر الشوط كان الاتحاد قادر انه يمكن يحسم المباراه في اي لحظه. سوء توفيق لازم الاتحاد مباراه ذبحان، استطاع الاتحاد بعدها يمكن يفوز على الاهلي على الهلال. الوحده الاماراتي نتمنى تواصلها من خلال الفوز على الوحده الاماراتي يوم الثلاثاء ان شاء الله. استاذ عادل، تخاف على الفريق الاتحادي من ايش؟ من الاتحاد نفسه، يعني من لعيبه الاتحاد. لعيبه الاتحاد اذا كانوا في قمه ادائهم في مستواهم الفني المعروف، اعتقد الاتحاد يعني يحصد 3 نقاط ان شاء الله، وان شاء الله يكون الاهم هي في مباراه بنتكور، لانه هي اللي حتاكد تاهل الاتحاد لدور ال16. حتى من الصحافه؟ لا شوف الاعلام يعني دائما مش اني حدافع او شيء. شوف ممكن اقول لك يعني في نسبه بسيطه يمكن ممكن تاثر، بس مو ذاك التاثير، لان لاعب الاتحاد الان في جهاز اداري، في جهاز فني، في اداره نادي. لابد ان الفتره هذه خلال ال6 اسابيع 5 اسابيع المقبله تحاول قدر الامكان تعزل اللاعبين عن الاعلام بشكل كبير. في تواصل مع الاعلام يكون بشكل يعني موضوعي ومطلوب قبل اي مباراه حسب الظروف اللي هي تكون المواجهه، مثلا حسب المواجهه اللي حيلعبها الفريق. اعتقد انه الاعلام مو دائما هو مؤثر على اللعيبه، لاعب الاتحاد اكبر من اي شيء. يمكن في لاعبين وجهت لهم انتقادات، يعني انتقادات جردتهم من حاجات كثير، لكن لعيبه الاتحاد دائما هم رجال مواقف. طيب استاذ عادل، بينك وبين نفسك كذا وانت سارح كذا، ايش السيناريو المتوقع للمباراه حيكون؟ والله اعتقد ضغط هجومي للاتحاد ان شاء الله. الاتحاد يعني لعيبته دائما هم يعني يحاولون يسعدون جماهيرهم. الاتحاد ان شاء الله هو الاقرب للفوز متى ما كانت حاجتين موجوده، الروح المعنويه، الروح اللي تميز بها نادي الاتحاد، وقبل ذلك جمهور الاتحاد اللي هو الرقم 1. عندك لاعب حيكون بارز في المباراه؟ والله دائما جميع نجوم الاتحاد هم مميزون، لكن يبقى قائد الفريق محمد نور له دور يعني كبير في الملعب. استاذ عادل، انا شاكر مداخلتك مع روم نادي الاتحاد، يعطيك العافيه. دائما على التواصل.